في التحديث الأخير جروك عشان تقدر تعمل صور أو فيديوهات إنك لازم تشترك فيه اشتراك شهري وتدفع 30 دولار لجروك. إن شاء الله في حلقة النهاردة أعرفك إزاي إنك تقدر تاخد الاشتراك ده مجاني من غير ما تدفع ولا حاجة خالص، وكمان الطريقة شرعية بإذن الله. بس تابعني يا صاحبي، لو أول مرة تشوفني اعمل لي لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. يلا عشان ما نطولش معاكم كتير ندخل في الشرح. اول حاجه كده في بدايه الشرح انك تخش على الفي بي ان وتشغل دوله امريكا الولايات المتحده. حرفيا الفي بي ان ده اسمه في بي ان بلاد، هتنزله من متجر بلاي عادي او هسيب لك الرابط بتاعه في اول كومنت مثبت. بعد ما يتصل معاك وتاكد انه يتصل معاك هنخش على جروك. بعد ما تخش على جروك من خلال المتصفح هيظهر لك فوق على التسجيل وسجل. هنضغط على سجل عشان نعمل حساب جديد، وبعدين هنعمل تسجيل من حساب جوجل، ويفضل ان الحساب ده يكون عامله لسه جديد. تمام، هنخش كده ونختار حساب جوجل من على التليفون. وبعد ما تسجل كده هيظهر لك خيار تحت كده مكتوب عليه سوبر جروك، ومكتوب عليه كده باللون الابيض تراي فري، هنضغط عليها. هنا بيظهر لك ان انت تقدر تاخد الاشتراك المجاني من غير ما تدفع 30 دولار اهو كلمة فري. وبعدين هنضغط على ستار عشان ناخد الاشتراك المجاني، يعني هنعبي له البيانات عشان ناخد الاشتراك. تظهر على ما يحمل. هنقولك كده صفحة الاشتراك. ما تقلقش، انت هتدفع يعني هتضيف المعلومات بتاعتك من غير ما يخصم منك خالص ولا اي حاجة. يعني انا بقول لك ان انت تضيف المعلومات بتاعتك، هو ظهر لنا البريد بتاعنا، وبيقول لك ان انت تسجل من خلال كارد او من خلال البنك او اي وسيله تضيفها لك. احنا نسجل من خلال الفيزا اللي هي الكارد. نضغط كده على الكارد. هنا بيقول لك املى البيانات بتاعتك، الرقم الفيزا والمعلومات بتاعت الفيزا والاسم يعني والموقع بتاعك اللي هي الدولة. تمام، احنا هنضيف كده الفيزا بتاعتنا، وهنا هنضيف الشهور المعلومات بتاعتها. تمام، وهنضيف الاسم وكل حاجة. بعد ما نضيف المعلومات هنضغط له على ستار من تحت كده وانتظر على ما يحمل. هنا هو نقول لك للواجهة دي تحقق انك انسان، هتتحقق عادي بدون اي مشاكل. وننتظر برضو هيحمل معنا في صفحة الدفع. زي ما انت شايف اتأكد معانا اهو، ادانا علامة صح خضراء وبيحمل معانا جروك. وهنا بيقول لك ان هو اللي اداك الاشتراك، يعني خلاص انت خدت الاشتراك. هنضغط له على ستار سوبر جروك، وبعدين هنتخطى التطبيق ان احنا هنكمل من خلال الموقع برضو بس عشان نتأكد. وبعد ما نسجل عادي نخش على التطبيق، نضيف الحساب اللي احنا سجلنا بيه على الموقع. احنا وليكن هنا مثلا هنتخيل اي حاجة عشان نتأكد ان احنا خدنا النسخة المدفوعة. هنعمل له ارسال. وزي ما انت شايف هو بيحمل معانا. لو كانت النسخة لسه مش مدفوعة طبعا هيظهر لك ان انت تشترك ب 30 دولار، وزي ما انت شايف اهو ولد معانا الصور بدون اي مشاكل. احنا لو كده عايزين نتأكد ان احنا خدنا النسخة ان احنا من خلالها نقدر نولد فيديوهات. هنضغط مثلا على جودة اتش دي و10 ثواني، هي طبعا النسخة دي اللي بتكون في النسخة المدفوعة. هنضغط له برضو انشاء لي كرتون وننتظر على ما يحمل. وزي ما انت شايف هو بيعدي معانا ان ما احنا كده معنى كده ان هو ادانا النسخة برضو شغالة معانا في الفيديوهات، شغال معانا في الصور. فانت يا صاحبي استغل الطريقة دي برضو قبل ما تقفل. حرفيا لو قفلت معاك انت خلال 3 ايام تاني تعمل حساب بريد الكتروني جديد وتجرب نفس الطريقة، وبرضو هتاخد اشتراك برضو لمدة 3 ايام. يعني حرفيا كل 3 ايام تقدر تفعل الطريقة دي وتاخد اشتراكات كتيرة. تمام، يعني مش محتاج اي حاجه. تمام، بس حرفيا لو استفدت مني، لو طبقت الطريقه دي واستفدت، ما تبخلش عليه بلايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. تمام، وباذن الله لو حصل اي مشكله في الموقع وقفل وخلاص بقى ما بقيش يدي الاشتراك المجاني، باذن الله هنشوف حل تاني للموقع ده، او هنشوف بدائل كتيره للمواقع مثل زي موقع جروك. لو استفدت مني متبخلش عليه بلايك سبسكرايب تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وانتظرونا في الشرح الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.